سيده قالت بخابيه ديال الماء وبالقران الكريم الاخوان غتبدل الحياه ديالك. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. وهاد الخابيه ديال الماء ما غيرات حتى حاجه في حياتك. سينيالي لو كونت ديالي كما كتشوف هاد الخابيه راه عمرتها بالماء، انا غير حيت شربت منها نتوما عمروها حتى الاخر. وشنو غادي ديروا بالنسبه للناس اللي عندهم تعطيل في حياتهم وقف الحال، يعني حياتهم متوقفه، اللي عنده اكتئاب حاد، اللي عنده سرطان، اللي عنده امراض مزمنه، اللي كبرت في لاج وباقي ما جاش ولد الناس، المهم اي حاجه، اي تعطيل ولا اي حاجه موقفه لك حياتك، اقسم بالله ان هذه الخابيه ديال الماء وهذه الايات القرانيه اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو معجزه معجزه. وانا متاكده ان من هنا لقدام، من هنا لشهر شهرين 3 شهور، غنقرا لي كومونتير ديالكم. راه ما يمكنش ما تغيرش شي حاجه في حياتك بسبب هذه الخابيه وهذه الايات اللي غادي نقول لكم، اللي غتقراوهم بطبيعه الحال على هذه الخابيه هذه. طبعا كاين الناس كيشكوا في هذا الشيء. الا كنتي كتشك في هذا الشيء، اذا انت كتشك في كلام الله عز وجل بكل بساطه، ربنا تبارك وتعالى تيقول لك وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. واحد العالم ياباني سميتو ماسارو اكتشف ان الماء ملي كتقرا عليه ايات ديال القران كيعطي كريستالات جميله المنظر، وملي كتقول الماء كلام قبيح تيعطي كريستالات قبيحه. ومن هنا غادي يكتشف هذا العالم الياباني، يعني هذا الشيء مثبوت علميا، ان الماء يعني ماشي غير كائن يعني مخلوق عادي، لا راه مخلوق تيحس وعنده وعي، وخصوصا ملي كتقرا عليه ايات القران الكريم. وعاد الجسد ديال الانسان تقريبا كيتكون اكثر من 75% من السوائل يعني من الماء، وبالتالي ملي كتشرب انت واحد الماء اللي مقري عليه ايات رب العالمين، فهذا غادي يكون شفاء وغيكون تيسير وغيكون بزاف ديال الامور. وبطبيعه الحال انا هادشي مجرباه في حياتي، يعني حيت انا عارفه بطبيعه الحال ديما كيخرجوا لي دوك المشككين ودوك الفاهمين والعالمين، غير باش نحطوا النقاط على الحروف. بالنسبه للايات اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو، من الاحسن تاخذوا خابيه كبر من هذه باش تدوز لكم، حيت هاد الايات شويه يعني شويه طوال، غتشد لكم شويه هاد الرقيه واحد نص ساعه تقريبا، ولكن نتوما غادي تشوفوا الفرق من هنا شهر شهرين 3 شهور الماكسيموم. ضروري شي حاجه غتغير في حياتكم. طبيعة الحال كما قلت لكم تنهضر معكم عن تجربه. اول حاجه غادي تعمروا الخابيه ديال الماء، غتعمروها حتى الاخر كما قلت لكم، وغادي تقراو عليها ايات رب العالمين سبحانه وتعالى. سوره الفاتحه 7 المرات، مهم قيدوا سورة الفاتحة 7 المرات، آية الكرسي 7 المرات، آية النور 7 المرات. آية النور هي قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه هي آية النور، غتقراوها 7 مرات. من بعد غتقراو قوله تعالى وقال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. حتى هذه الايه غتقراوها على الماء 7 مرات. ومن بعد غتقراو قوله تعالى ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. حتى هي 7 مرات. وغتقرا كذلك قوله تعالى وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. حتى هي غتقراوها 7 مرات. وغادي تقراو بطبيعه الحال قل هو الله احد 7 مرات، سوره الاخلاص، وغتقراو سوره الفلق وسوره الناس 7 مرات 7 مرات 7 مرات. كنظن بلي ما يمكن ما نسيت حتى شي حاجه. المهم الا نسيت شي حاجه راه غتلقاوني نكتبها لكم في الكومونتير. هاد الايات كاملين غتقراوهم 7 7 7 7 7. داكشي جبت لكم من الاحسن ديروا خابيه د الماء كبيره، حيت الرقيه شي شويه غتشد لكم تقريبا 30 دقيقه. وملي تسالي عاوتاني هاد الخابيه من الماء غتعاودوا تعمروها وغتعاودوا تقراو عليها هاد الرقيه هادي. وانا كنتسنى لي كومونتير، هذا تحدي امام الله، كنتسنى لي كومونتير من هنا لشهر شهرين 3 شهور. عندك سرطان، عندك تعطيل، عندك حياتك متوقفه، مهم اي حاجه، هاد الرقيه هادي معجزه. سمحوا لي راك تعرف بلي راه نسيت واحد الايه، قوله تعالى في كتابه العزيز وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. حتى هي 7 ديال المرات. وانا كنتسنى لي كومونتير من هنا لشهر شهرين